السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا المدارس بتحب الكيك وبتحب المعجنات. حاجه بسيطه كده تعمليها وتحطيها في اللانش بوكس، حاجه مختلفه وجميله في نفس الوقت. هنعمل مع بعض النهارده الكيكه التايجر او الماربل زي ما بتحبي تقوليها قوليها. الكيكه دي ممتازه جدا وبتفرح الاولاد عشان ملونه، يعني عشان مش لون واحد. اللي بيحب الشوكليت هيلاقيها شوكليت، اللي بيحبها بيضه هتلاقيها بيضه. فانت هتعملي مزيج من الاتنين، وزي ما انت شايفه كده الشكل تحفه، والطعم كمان حلو جدا وهشه جدا طريه جدا زي ما انت شايفه، والارتفاع بتاعها حلو جدا. بثلاث بيضات بس انا عملت اكبر صينيه اللي هي مقاس 26 الكبيره خالص في الطقم اللي هو الثلاثه، دي اكبر صينيه فيهم. زي ما انت شايفه كده عامله كميه حلوه جدا، والمكونات كلها موجوده عندك في البيت، يعني مش هتكلفك كتير. وبمكون واحد بس سري هتعمليه هيطلع معاكي كمان ناعمه زي الحرير، وكمان فراغات مفيش. زي ما انت شايفه كده السمك بتاعها حلو وعاليه جدا وزي الفل. هنمشي مع بعض بالمقادير زي كلها في الخلاط، مش هنعمل حاجه بعيد عن الخلاط، لا. هوريك دلوقتي ازاي تمشي معايا. ادي شفشق الخلاط بتاعي، وجيبي 3 بيضات بحراره المطبخ، يعني ما يكونوش من التلاجة، لا ما يكونوش من التلاجة عشان خاطر يفور معاكي اكتر ويعمل فوليوم اكتر. من التلاجة مش هيبقى مش هيفور معاكي كده ويعلى ويعمل فوليوم. ده السر الاولاني في البيض. تاني حاجة هنحط غطا كده من الفانيليا السايلة، ولو عندك الفانيليا العادية هتحطي ظرفين من الفانيليا. وعاكي الكوباية بتاعتي دي، يعني قولي كوباية وربع، انا هحط كوباية ونص، يعني هحط دلوقتي كمان ربع كوباية من نفس الكوباية دي. انت بالكوباية العادية بتاعتك هتحطي كوباية ونص. خلي الكوباية بتاعتك كلها مقاس واحد، انا بستعمل كوباية فانا عارفة انا بستعملها شكلها ايه. هنضرب في الخلاط كده لحد لما القوام بتاعها كله يفتح وتعلى معايا. هو هنمشي مع بعض خطوة خطوة عشان تطلع معاكي بنفس النجاح، وتطلع معاكي ما يسحش الالوان على بعضيها، وتطلع معاكي بالجمال ده كله. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هحط معلقتين من الخل. اولا الخل هيساعدها كتير انها تبقى لونها افتح، وهتخليها هشه معايا، ودي من المحسنات اللي بتتحط معايا في العجين بتاع الكيك. هنحط غطيين بس او معلقتين، مش هنكتر. دي كوبايه سمنه على زيت، كوبايه الا ربع سمنه على زيت. معلقه السمنه اللي انا حطاها انا حاطه سمنه بلدي. انت اي نوع سمنه انت عايزه تحطيه، عايز تخليه زيت خالص برضو حطي، مفيش مشكله خالص. بس انا حبيت يبقى ليها طعم كده وريحه حلوه كده ما بتخش الفرن. معلقه السمنه البلدي دي بتخلي الدنيا في حته تانية خالص. هفضل اضربهم كده، ودي كوبايه لبن دافيه مش سخنه ومش ساقعه، دافيه دفيان عادي. هبدا انزل عليها كده زي ما انتم شايفين كده لحد لما سرسوب سرسوب، لحد لما الخليط بتاعي يمتزج زي ما احنا شايفين كده. هبدا بقى انزل الخليط كده، السكر بتاعي يداب، وكل الخليط بتاعي يداب، ما فيهوش تكتلات ولا فيش اي حاجه خالص. كل السكر الحبيبات بتاعتي راحت. المعلقه السحريه بقى هنا هتلاقيها في الكاستر. في ناس بتحط نشا، حطي نشا، لو ما عندكيش كاستر حطي النشا. دول كوبايتين من الدقيق انا نخلاهم، وهنحط عليهم معلقتين من الكاستر، معلقتين بس، مش معلقتين كتير قوي يعني، معلقتين عاديين خالص. وهبدا بقى ان انا انزل واحده واحده كده، انا حطيتهم على الوش اهو، هبدا اقلبهم واحط عليهم البيكنج باودر وذره الملح. حلو كده. هحط دلوقتي معاكي اهو كيس بيكنج باودر، كيس كامل، كيس كامل من بيكنج باودر. اي نوع بقى عايز تحطي كيك شيف حطي، بيكنج باودر عادي حطي، اي نوع عندك حطيه. هنحط الكيس كله، وهنحط معاهم ذره من الملح. طبعا كلنا عارفين ان ذره الملح دي هي اللي بتعدل معايا الطعم. وهقلب برضو كل الخليط اللي هو الجاف كده كله مع بعضه قبل ما انا منزله على الخليط اللي هو السائل اللي انا عاملاه. حابه تكون الارتفاع بتاعها اعلى من كده، اعملي الصينيه الاقل. انا عامله الكميه دي زي ما انت شايفه، الارتفاع بتاعها حلو جدا، والكميه حلوه قوي قوي قوي، وعملتها في اكبر صينيه بثلاث بيضات بس زي ما انت شايفه كده، كوبايتين دي مش حاجه جامده يعني. زي ما احنا شايفين كده هنزل بالخليط بتاع الدقيق بتاعي، وهفضل بقى لا رايحه ولا جايه، في اتجاه واحد بس. حتى لما احب اجيب الدقيق اللي هو على الوش ده، بص انا بنزله ازاي، وبرده في اتجاه واحد هفضل اقلب في اتجاه واحد. ما تعوميش، لانك لما هتعومي وتجيبي شمال وتجيبي يمين انت بتطلعي كميه الهواء اللي موجوده في الكيك، وانا مش عايزه كده، انا عايزه ادخل لها هواء مش طالع منها هواء. زي ما شايفاك بس الخليط بتاعي هو ده التخن اللي انا عايزاه والقوام اللي انا عايزاه للكيك. هبدا بقى نقيس البياض الابيض لوحده، واللي انا هعمله بالكاكاو لوحده، يعني تقسيم الطبق على اتنين. حلو الكلام كده. خلاص كده انا قسمته. هبدا اجيب معلقتين من الكاكاو. طب لو صابرين لو حطينا معلقتين الكاكاو من الخليط بتاعي هيتقل، هنحط له معلقتين من اللبن. حسيت ان هو لسه تقيل هحط له برده معلقتين من اللبن، مش هحط كتير، معلقه معلقه كده لحد لما تظبط معايا. انا ما حطيتش هنا غير معلقتين لبن، يعني لما انا جيت عملت الخليط ده حطيت معلقتين لبن بس. انت لحد دلوقتي انت لسه بتتفرجي وما عملتليش اللايك، خلي بالك لازم تعملي لايك بقى حلو كده زيك علشان خاطر يوصل لك كل جديد انا بعمله. هفضل ان انا اقلب، هتلاقي تخن معايا
اهو زي ما انت شايفه كده. بص كل ما اقلب الاقي طبعا انت معروف اصلا ان الكاكاو بيقفش كده جامد في اي سوائل انت بتحطيها، بيتقل زي النشا، فعشان خاطر لازم يكون خفيف شويه عشان لا هو تقيل ولا هو خفيف. هنزل عليه بمعلقتين اللبن، انا حطاهم جنبي هم في الكوبايه، هم دول بس، مش هحط اكتر من كده. واقلبها الاقي التقل بتاع الابيض زي اللي هو بالكاكاو بالظبط. حسيتي ان هو اتقل زي ما قلت لك برده معلقه لبن كمان، ما حدش يدلق دلق، بنحط زي ما احنا بنقول كده بالمعيار، معلقه معلقه. هبدا كده نحط الابيض لوحده والبني لوحده في دورقين او شفشقين كوبايتين زي ما انت عايزه. وهبدا بقى ان انا اصب زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عندي صينيه كانت اتعوجت وانا مش واخده بالي، فما طلعتش معايا مظبوطه قوي، بس هظبطها يعني ان شاء الله. هتحطي حبه من كده من البني وحبه من الابيض، وهتفضلي تشتغلي بنفس الطريقه دي، حبه بني وحبه ابيض لحد لما تخلصي معايا كل الكميه اللي انت حطاها دي كلها. بصي كله بيقلب على جنب واحد. انا ما كنتش واخده بالي ان الصينيه معوجه، بس انا هعدلها هتشوفيني دلوقتي. هو ده السر اللي خلى الالوان يعني السيكه كده ساحت على بعضها، بس هي طلع حلوه برضو. هتشوفتيها في الاخر هوريها لك، مش سايحه على بعضها ولا حاجه. بس كان طبعا يبقى احسن لو انا خدت بالي من الاول ان الصينيه بتاعتي معوجه اهو زي ما احنا شايفين كده. هحاول ان انا اظبط ايدي واحط الابيض لوحده والبني لوحده حبه حبه كده زي ما احنا شايفين. طبعا اللون اللي هيكتر هو اللي هيبقى غالب، فحاولي برضو انك تظبطي. بصي انا كده عدلت الصينيه بتاعتي، حاسه انها كانت مايله اهو، عدلتها اتظبطت معايا. انا ما قطعتش معاكي حاجه خالص، كله معمول قدامك، ما شلتش حاجه، كله محطوط قدامكم. الخطوات سهله جدا وما فيهاش حاجه صعبه. انت في 10 دقايق تضربي كل ده في الخلاط وهتنزلي عليه بدقيق، وهيطلع معاكي احلى كيك ماربل او احلى كيك تايجر. ولاد بيحبوا الحاجات الملونه وبيحبوا الحاجات اللي فيها درجات الوان كده، مش حاجه ثابته. وفي اللي بيحب الشوكولاته وفي اللي بيحب الفانيليا. انت عملتي مزيج من الاتنين ودي حاجه حلوه طبعا، الاولاد بيحبوها. دي كانت اخر حبه كده في الشوكليت، انا حطيتهم وحطيت الحبه الباقيين. حالي بقى كده باي عود خشب، عود طرف سكينه زي ما تحبي، وهتعملي كده زي حرف الزائد شمال ويمين اهو. وهتعملي هنا العكس، العكس يعني انا جبت من جوه لبره ومن بره لجوه اهو. بصي هتعمل معاكي شكل حلو جدا زي الورده. لو حابه تموجي موجي، بس انا شايفه ان هو ده الشكل الحلو قوي، وبيطلع تحفه في لما بتستوي بتطلع حلوه جدا. هو ده الشكل النهائي بعد الكيكه ما احنا ما صبيناها وظبطنا اهو الظبطه بتاعه الكيكه، وطلعت شكلها حلو في الاخر. بصوا بقى الهشاشان، بصوا ان صباعي بيغطس ازاي، بصوا طريه ازاي، هي كده يعني تحفه ما شاء الله، طالعه ريحتها قلبت الدنيا، حلوه خالص يعني. انت لما هتعمليها هم هيفرحوا بالشكل وبالطعم كمان. لو قطعتيها وحطيتها لهم في اللانش بوكس هي حاجه بالنسبه لهم جميله جدا، ومع كوبايه شاي بلبن كمان لو بتحبي تفطريهم قبل ما ينزلوا هتبقى حلوه معاكي. هوريكي دلوقتي بصي الالوان طالعه عامله ازاي، تحفه هشه. والعلو بتاعها زي ما انت شايفه كده مش قليله، العلو بتاعها حلو جدا اهو، يعني مش قليله، ومش السمك بتاعها مش قليل، زي ما بس من اولها لاخرها. يعني ناس تقول لك الاطراف ناشفه، لا الاطراف مش ناشفه، كلها زي ما انتم شايفين كده. بصي ايدي بتغرز فيها، بصوا من جوه عامله ازاي تحفه. جربيها وان شاء الله هتعجبك وهتعجب ولادك، وان شاء الله مش هتكون اخر وصفه مني وما بينكم. وتعملوا لي احلى لايك واحلى كومنت منكم، ولو في حاجه جديده عايزين تعملوها او عايزين تعرفوها كلموني وابعتوا لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها مع بعض. وهتوريكي دلوقتي الشكل، بصي تحفه اهو. تاني عشان اللي ما شافش من الجنب،